الاسبوع اللي فات رحت قضيت يومين في القمر ورجعت، ويا ريتني ما رجعت. فتعالى معايا الففك القمر كله في دقيقه واحده. شايف المنظر اللي قدامك ده؟ انا رحت قضيت يومين في الصحراء البيضاء والسوداء اللي تعتبر شبه القمر جدا حتى في تكويناتها. بس ما تنساش تعمل سيف للفيديو عشان تعرف ترجع له تاني. اول حاجه هتلم 4 من اصحابك عشان ده اقل عدد تعرفوا تتبسطوا هناك، وهتركب ميكروباص من المنيب 4 ساعات وتبقى في الواحات. ولما توصل هتلاقي اهالي كتير جدا ومكاتب وفنادق بتقدم خدمه السفاري والتخييم في الصحراء البيضاء. بعدها هتاخد الغداء المتين وتجهز نفسك وتركب عربيات السفاري. وما تنساش تعمل ربطة البدن. اول حاجة هتقابلها الصحراء السوداء، حتة كده من الخيال. اول حاجة هتلاحظها في الصحراء ان مفيش دوشة وصوت هدوء. الصحراء السوداء دي بقى اتكونت من ملايين السنين. لما حصل نشاط بركاني الصخور دي بقت على السطح وجفت بقالها ملايين السنين. واكتر حاجة هتعجبك هو جبل المرصوص. تخلص جبل المرصوص تطلع على جبل الكريستال اللي هتنبهر من شكله وتفاصيله وازاي الكريستالة بتطلع من قلب الجبل. وعلشان خاطري بلاش تاخد حتة منه وانت ماشي علشان مساحة الكريستال في الجبل قلت جدا. وعلى النغمات البدويه هتلاقي العربيه بتعمل شقلباظات في الصحراء البيضاء، وهتلاقيهم وقفوك قدام حته اسمها العجبات، وسموها كده عشان الجمال زمان كانت بتتعب جدا في الحته دي كانها عقبه يعني. ويا سلام على شويه هدوء وانت قاعد قدام الحطب والمخيم بتنسب قدامك من اهل البلد. وقوم شد حيلك واعمل الخيمه بتاعتك بنفسك. ساعه واحده بس وتلاقي العشاء بتاعك جهز اللي بيتعمل قدامك من البدو، وحرفيا احلى اكل هتاكله في الصحراء. وعايز اقول لك ان اخر مشهد هتشوفه في نهايه اليوم هو منظر النجوم والقمر مزينين السماء. وهتصحى على المنظر ده اللي صعب اوصفه لك. هتصحى تفطر وسط الصحراء ولا كانك ملك. وبسرعه المخيم يتلم وتطلع جري على تكوينات الصخريه، الفرخه والمشروم والجزمه المقلوبه والارنب ده حتى كمان في وش ترامب. وبكده تكون خلصت اليومين. بس قبل ما ترجع على القاهره هتعمل ريفريش او تش في احلى بير ميه كبريتيه. وسلم لي بقى على الاسترخاء والمود المظبوط اللي هترجع بيه. يلا اعمل منشن لاصحابك اللي بتفكر تطلع معاهم السفريه دي، ولو محتاج اي مساعده صاحبك في الخدمه.